أنا كنت فاكر إني شخص إيجابي لحد ما اكتشفت إني بشتكي كل يوم. جربت أبطل الشكوى أسبوع وخسرت ناس كتير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. إحنا مش بس بنشتكي، إحنا بقينا بنتغذى على الشكوى من غير ما نحس. بنسحب نفسنا واللي حوالينا لتحت. فقررت أجرب أبطل شكوى 7 أيام بس. راقبت نفسي يوم واحد بس، لقيتني بشتكي من الشغل والزحمة والحر والناس، حتى القهوة لو مش مظبوطة. أنا مش إيجابي، أنا بس متعود أشتكي. أي موقف سلبي بيساوي يا إما أسكت يا إما أقول حل. أنت بتعض لسانك علشان ما تشتكيش، وأول يوم كان مستحيل. كنت حاسس إني مخنوق. الشكوى كانت بتريحني حتى لو للحظة. اكتشفت إن الشكوى مش كلام، دي وسيلة هروب. وبعد 3 أيام حصل حاجة غريبة. الناس اللي حواليا اتغيروا. الحقيقة في ناس بطلت تكلمني علشان أنا ما بقتش أشاركهم نفس الطاقة، وفي ناس تانية قربت أكتر علشان بقيت هادي ومش بسحبهم لنفس الدايرة. الحقيقة أنت مش بتشتكي علشان الدنيا وحشة، أنت بتشوف الدنيا وحشة عشان بتشتكي. جرب تبطل شكوى 3 أيام بس، وهتشوف مين هيكمل معاك ومين لأ. واشوفكم في حلقة جديدة من دماغك رايحة فين. قولي في الكومنت ايه اكتر حاجة بتشتكي منها كل يوم، ولو بطلتها تتوقع حياتك هتتغير ازاي. سلام.